بالمواقف رح تعرف مين سندك، وبساعة عصبيتك رح تعرف مين بيتحملك، وبردود الأفعال رح تعرف مين كان يمثل عليك وبيخدعك، وبغيابك رح تعرف مين بيسأل عنك وبيفقدك، ولما تجور الدنيا عليك رح تعرف عن جد مين من قلبه بيهتم لأمرك وبيحبك. ايه يا البنات، ايه الشاكر مثل يقول لك شرح ربي يعطيني مصيبة باش نعرف حبيبي من عدويا. ولقيت الكلمات يعني هذه مناسبة بزاف، نحب بزاف هكا كلمات كيما هكا معبرة وهادفة. حبيت نشارك معاكم هذا المقطع. السلام عليكم غالياتي، واش راكم يا الغاليات؟ واش راكم يا الزينات؟ ان شاء الله كامل راكم بخير، طليت عليكم طاقه ايجابيه، ان شاء الله ربي يخليكم ان شاء الله زاهيات وباهيات وناشطات، ودائما نراكم واقفات. قولوا امين يا رب. شوفوا يا البنات، اليوم هنضنا مع الصباح كل شيء، ومن بعد جاني التخمام تاع الغدا، واش ندير وراح ليا الحال، بقات لي غير نص ساعه في يدي، والله غير بديت ندير. قلت هيا عندي بطاطا وعندي طماطم، وبغيت ندير هكا وصفه يعني الزوج ما بقالوش يدخل باش يتغدى. اما انا قلت هيا نشاط وحيويه. اول حاجه واش هي اللي درتها؟ جبت البطاطا تاعي قطعتها، وما حبيتش ندير لا قليان، ما حبيتش ندير شكشوكه، المهم قلت ندير حاجه هكا تكون بنينه. وراني نطيب، بصح ما باليش وين حنوصل، بصح وصلنا لواحد البلاصه شو نقول لكم هايله بزاف. درت واحد الوصفه تهبل، ان شاء الله تعجبكم، ديروا هكا للعائله وليداتكم، وتهناو شويه كم التخمام، ما فيها والو، غير شويه طماطم وشويه بصل وبطاطا. هذا مكان جبت هذيك البطاطا، قشرتها وغسلتها وقطعتها عادي. هذه البطاطا رايحه نقليها، فهمتوني؟ من بعد في هذه المرحله جبت حبه تاع بصل تكون متوسطه ماشي كبيره، قطعتها مربعات. من الاحسن تقطعوا البصل تاعكم يكون مربع. ديروا حوالي 2 مغارف تاع زيت، حطوهم في المقلاة، خليوها تكرمل شويه. عبالكم راني نطيب كل مره نقول خطوه ورا خطوه، خطوه ورا خطوه. بغيت نخرج كشي وصفه باهيه كيما نقولوا بنينه، بصح مازال ما لقيتش. بعدها واش درت هذاك البصل قليته مليح، ومن بعد ضفت عليه مغرف تاع طماطم مصبره، قليتها مليح، ومن بعد درت له هنا الطماطم تاع الحب، درت له حوالي حبه تاع طماطم، فهمتوني؟ في هذه المرحله. ونتنساوش الثوم، كما تعرفوا الثوم راهو مليح بزاف في الاكلات هذه، بالاخص المقليه راح يكون ما شاء الله. ومن جهه ثانيه هذيك البطاطا اللي قطعتها راني نقشر راني راح حطيتها في المقلاة تتقلى. بعدها بديت نتبل، ودرت هنايا فلفل اسود كما تشوفوا، ونديروا الملح، ونديروا شويه فلفل احمر، يعني هذا الفلفل الاحمر ماهوش حار، والملح اكيد. وهذه لاصوص هنا جات بنينه وجات هايله وجات ما شاء الله. بعد ما تقلى لي مليح ويكون طاب لي كلش مع بعض، راح ندير لهم كاس ماء يكون حبيتي سخون حبيتي بارد، ومن الاحسن ديري سخون خير. والبطاطا تاعي راهي تقلى من ثم، وكما تشوفوا درت حوالي كاس ونص هكذاك. بعد ما شفت ذاك لاصوص تاعي تقلات مليح وجات بنينه وكل شيء، نقصت لها النار خلاص، وحطيت فيها البطاطا اللي كانت التقلات، يعني هكا ما تشوفوا، يعني جات وصفه ما شاء الله بنينه وعائليه، وتهنيك شويه من التخمام، تغيري شويه على واش مرفا الطيبي هكذا كما تشوفوا بهذه الطريقه. ومازال راني نكمل في الكميه اللي راهي مزات لي تاع البطاطا باش نكملها للعائله. هذه الوصفه درتها، هضرت لكم عليها في القناه تاعي تاع الريجيم مطبخ ايمان ديزاد، وقلت لكم بلي الوصفه درت للعائله، وصورت لكم انا واش درت ليا الاكل صحي. بعد ما طابت وخلطت كل شيء مع بعضاه، جبت 2 بيضات، درتهم فوق هذيك البطاطا مع هذيك لاصوص كيما هكذا، حوالي 2 بيض. شوفي البيض ديال الكميه على حساب العائله تاعك، حبيتي يكون زاكي كثري البيض، حبيتي يكون كميه قليله ما تكثريش البيض. عندك اي نوع تاع فرماج تقدري تزيديه من فوق، ومن بعدها نقصيلو خلاص، غطي عليها القدره تاعك وخليها حتى ذاك الفرماج كامل يذوب. اي نوعيه تاع فرماج تفضليها، وتكوني تحصلتي على اروع طبق بنين معسل من باب التغيير. راح تحصلي على هذه الوصفه الهايله بزاف، جربوها يا البنات، على بالي راح تعجبكم، ورايحين تجربوها كامل للعائله تاعكم.
وثاني نحاول ندير لكم نفس الوصفه بصح بطريقه صحيه ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوليش هذاك اللايك وهذاك التعليق المحفز باش نكمل معكم في الوصفات الصيفيه السهله والسريعه. هيا عزيزتي ما تبخليش عليا بهذاك اللايك قبل ما يخلص الفيديو، وديري تعليق محفز ولا قلب يكون شباب كيما نتيا. هيا اتهلاي في روحك، اتهلاي في صحتك. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تحيري ما والو، نجيب لك وصفات للعائله ووصفات صحيه ليك في القناه الثانيه مطبخ ايمان ديزاد، وهذه مطبخ ايمان 2 باش ما تخلطلكش، هذيك ديزاد وهذه 2. هيا نخليكم على خير، تهلاو لي في رواحكم والى اللقاء.